السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الصابون البلدي في البيت. بدل ما نرمي الزيت هنبتدي ان احنا نعمل بيه صابون ينفعنا ويلمع معانا المواعين ويخلي الحلل اكنك لسه مشترياها من اول وجديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. انا هنا معايا 2 لتر من الزيت. الزيت ده انا قاليه فيه كل حاجة. ابتدي ان انا اصفيه بالشكل ده. لو عندك زيت قليتي فيه سمك هقولك على طريقة ازاي تنقي الشوائب منها. نبتدي ان احنا نجيب معلقتين كبار من النشا على ربع كوباية مية، وبعد كده نبتدي ان احنا ندوبهم. تكون معايا عجينة في قلب الزيت وهتبتدي ان هي تلم معانا الشوائب كلها من الزيت. نبتدي نصفي الزيت كويس ونستخدمه معانا في الصابون. بعد كده ابتدي هنا عندي قشر ليمون مفرزاه في الفريزر، ابتدي ان انا اغليه على النار وابتدي وادوب السكر والملح عشان خاطر الملح والسكر ما يخرزوش في الصابونة بتاعتنا. بعد كده ابتدي ان انا اقلب كويس السكر والملح مع الليمون، اقلبهم كويس بالشكل ده. واخلي بالي وانا بستخدم البوتاص لان هي مادة شديدة جدا. بجد جربوا الصابون بالطريقة دي هتعجبكم جدا. بعد كده اكون مجهزة معايا البوتاص بالشكل ده. انزل على الليمون بعد ما دوبنا الملح والسكر، ابتدي ان انا اقلب البوتاص. بس اهم حاجة ان احنا لو عندنا اولاد نبعدهم في المرحلة ديت عن المكان، عن المطبخ او المكان اللي انا شغالة فيه، عشان خاطر المادة دي ما تأذيهمش في حاجة. في مرحلة ان انا بستخدم فيها البوتاص اكون مجهزة معايا جوانتي واكون مجهزة معايا كمامة، واستخدم المادة دي بحرص واسيب البوتاص يبرد على جنب. ابتدي ان انا اشتغل في الزيت. انزل بمعلقتين كبار من كربونات الصوديوم جايباه من عند العطار، ابتدي ان انا ادوبه كويس مع الزيت. واكون مجهزه معايا ازازه من الجريسلين الطبي. ميزه الجريسلين الطبي هنا ان هي بتنعم ايديكي بعد غسيل المواعين. ابتدي ان انا انزل بيها بالشكل ده واقلبها كويس. اكون مجهزه معايا فنجان قهوه صغير من الخل، وابتدي ان انا انزل بيها على المكونات بتاعتنا بالشكل ده واقلبها كويس. ميزه الخل هنا ان هي بتبطل من حده الماده بتاعه البطاطس، مش هتخليها ان هي تحرقك في ايدك خالص. لو لا قدر الله انت وانت بتقلبي البطاطس والبطاطس وقع على ايدك او وقع على رجلك، جيبي نقطه خل وامسحي بيها، هتبتلك خالص القلم بتاعه الماده ديت. ابتدي ان انا انزل بالزيت على البطاطس لما البطاطس برد معانا، ونخلي بالنا لازم البطاطس يبرد عشان خاطر الصابون بعد ما بينشف ممكن ينزل معانا زيت. عشان نتجنب الخطوه ديت نبتدي ان احنا نستخدم البطاطس يكون بارد شويه، وابتدي انزل بالزيت على البطاطس واقلبهم كويس بالشكل ده. وبعد كده انزل عليهم بكوبايتين كبار من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل انت بتستخدميه عندك. وبعد كده كل دقيقتين اقلب في الخليط كويس. الاحظ ان الخليط بدأ يتقل معانا بالشكل ده. ابتدي ان انا اجيب صاج وافرشه بالكيس، اكياس تلاجة، وابتدي ان انا اظبط الكيس كويس على الصاج وانزل بالخليط بتاعي واسوي الخليط كويس على الصاج بالشكل ده. واسيب الصابون لمدة 3 ساعات وابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده. ده كده شكل الصابون بعد 3 ساعات. شايفين تماسك ازاي؟ ابتدي ان انا اديلها نقشة بسيطة بقعر كوباية كده بالشكل ده علشان تكون زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. بعد كده بنسيب الصابون ينشف كويس في الهواء لمدة يوم، وبعد كده بنسيبه ان هو يتهوى. كل ما الصابون يتعرض للهواء كويس كل ما اللون بتاعه يفتح بالشكل ده.
شايفين الصابون جميل ازاي ونشف معانا كويس. هنبتدي ان احنا نوزنه بالشكل ده. كمية الصابون ديت كمية الزيت ال2 كيلو عملوا معانا 3 كيلو صابون، عملوا معايا بالظبط 20 قطعة صابون. ونبتدي نختبر الصابون مع المواعين بالشكل ده. شايفين الرغاوي جميلة ازاي؟ وابتدي ان انا اخد قطعة من الصابون وافركها كويس بالسلك، وابتدي ان انا اظبط الحلة بتاعتي بالشكل ده. هترجع معاكم حلة اكنكم اشتريتوها من اول وجديد. عايزه اقول لكم كمان الصابون ده بنقدر نستخدمه كمان في البقع في الهدوم، البقع اللي مش بتطلع معانا بسهوله. الصابون ده هيطلع لك كل البقع اللي في الهدوم وهتخليها حاجه جميله جدا. شايفين السواد قد ايه؟ شايفين ما شاء الله الحله بتلمع ازاي؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.